السلام عليكم يا جماعه. دي العربيه البالينو اللي هي الهاتشباك الشهيره من سوزوكي. انا عايز اوريكم التصميم الخارجي. التصميم تحفه. الليدات الخلفيه والفوانيس رائعه. لو حد فاكر البي ام ال 116 العربيه، بس على انا شايف ان الشكل اظرف يعني كمان. الحليات الكروم اللي ورا النيكل دي، السبويلر اللذيذ ده اللي في الشنطه النيكل مع السبويلر الشنطه اللي بستوب اللي فوق، اللي على الازاز فوق، مع الليد الخلفي، مع العواكس. العربيه شكلها جبار الصراحه. الجان 16 والكاوتش بيرج ستون، ده شيء راقي ولطيف. والجان شكله تحفه. الليدات الاماميه يعني شكلها رائع. مش عارف، مش واضحه قوي مع العدسه، بس الليد الامامي اللي منور ده شكله قدامي وقدام عيني رائع. العربيه شكلها محكم قوي 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 يعني. الشكل الخارجي رائع فوق ما يمكن ان تتخيل يعني. شفت اللون الاحمر كمان من العربيه، يعني الوانها كلها ممتازه. طبعا العربيه كامله ببصمه وستارت انجن، مثبت سرعه. زي ما انتم شايفين هوريكم العربيه من جوه. مثبت السرعه والبلوتوث والتحكم في الكاست المالتي فانكشن. حتى كمبيوتر العربيه متطور شويه عن بقيه العربيات السوزوكي. يعني يبدو ان الشركه مهتمه بتقفيل العربيه دي وبجودتها. الحليات الكروم في التابلو، الشكل المختلف للداشبورد خالص عن اللاين بتاع سوزوكي المعتاد. فتحات التكييف. العربيه فيها 2 ايرباك، فيها مرايات كهرباء، فيها سنسور بارك خلفي بزرار فتح وقفل. يعني العربيه مش ناقصه حاجه الصراحه. التكييف التاتش بديسبلاي شكلها لذيذ كده. الزجاج الخلفي ملون، زجاج فاميه. العربيه كامله الصراحه، ومحكمه ومتقنه جدا جدا. العربيه 1400 سي سي على الحجم ده، ودي قدره يعني قدره للموتور ممتازه على حجم صغير. هكتب لكم السعر ان شاء الله في الكومنتس. هعلق على السعر. يمكن تكون غاليه شويه، بس مقارنه بالمنافسين زي الكيا او الكلام ده، انا شايف ان العربيه تتفوق بصراحه كتقفيل وكجوده وكشكل. هي ارقى بكتير. العربيه دي جميله قوي، والمفروض تبقى حصان رابح في سوزوكي يعني. من يبحث عن سيارة هاتشباك شكلها كويس قوي وشكلها مقبول جدا جدا جدا، يمكن يكاد يتفوق ويتجاوز مرحلة المقبول. يعني العربية دي جيدة جدا 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 جدا. شكرا، وحبيت اوريكم كل ما هو جديد في السوزوكي يعني. وهكتب السعر ان شاء الله بإذن الله.